السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة في القناة ديالنا. اليوم جبت لكم واحد القصة اللي غادي تخليكم مدوشين من الاول حتى الاخر. غادي نغوصوا فيها في عالم غامض فيه تشويق الرعب وحقائق يمكن اول مرة تسمعوها. حضروا راسكم وشدوا بلاصتكم حيت اللي جاي اقوى من الخيال. كيف العادة غنهضر كأنني انا اللي عشت القصة باش تعيشوا معنا الاحداث. هذه عاودت بزاف في هاد القناة. المهم، انا سميتي امين، عندي 19 سنه، كنقرا في الجامعه، ساكن في المسكن الجامعي بحكم انه لافاك بعيد على الدار بزاف. داكشي علاش ساكن انا وصاحبي انس، احسن دري اللي تعرفت عليه الصراحه في حياتي كامله. ظريف، كيقرا، كيصلي، ما كاينه حتى شي حاجه اللي تقدر تلقاها عليه خايبه، من غير حاجه وحده انه تيموت على شي حاجه سميتها المغامره. ودوك الديور اللي كيكونوا وسط الغابات بحكم كيكونوا مسكونين ديما كيعاود لي قصص عليهم، ويهز عليا قصص العرب اكتريت. انا خدام وفي نفس الوقت كنقرا باش نضمن ان نهاري ايدو زوين كلشي فيه. الوالد تاعي كان باغي يعطيني شي حاجه، شي فلوس باش ما نخدمش، حيت الخدمه والقرايه غادي تجيب لك الصعوبه بزاف. هادشي علاش كان باغي يصيفط لي مصروف في الشهر، وانا رفضت بحكم انني كبير شويه في العمر، لذلك خاصني نعتمد على راسي. ومنها تبدل الروتين ديالك اليومي، حيت لافاك مشكله ثانيه تبقى في الملل. او قربوا الامتحانات وعطاونا عطلة ديال 7 ايام. هاد العطلة هادي قلت لصاحبي اش بان لك نمشيو لشي بلاصة تكون زوينة نحافظوا فيها كل صباح، ولا شي جردة ولا اي بلاصة نفيقون مع الصبع، ديك الصبع ديال الصباح مع كيكون الهدوء. ما قلتها لي، قال لي ولكن كانت غابة احسن. في ديك الساعة فكرت انه عند جداتي واحد الدار كاينة وسط الغابة اللي بعيدة من لافاك بزاف، وقلتها لأناس وصافي فر عليا راسي. قلت لي صبر نسول جدة وديك الساعة يكون خير. مشيت سولت جدة، قالت لي جدة شحال ما بقى مشى لها شي حد، ولكن الا بغيتي تمشي تما على قبل دير راه البلاصه ما فيهاش صداع. غير هو ما عرفتش قبل ما يموت جدك كان قال لي كان كيسمع صداع تما ودقان، ومني كنت يشوف من شجر ما كيلقى حتى شي واحد كيدق. قلت لها يكونوا غير شي براش تما كيخيموا. عطاتني الساروت وجمعنا حوايجنا الماكله ديالنا وداكشي وطلعنا لديك الدار. وصلنا للوالد بالطوموبيل. في الطريق الوالد بقى شاد معانا الضحك، انا وانس شحال ما بقيت ضحكت معاه بحال هكا. بقينا غاديين في الطريق ساعه تاع المكانه باش وصلنا. خرج انس قبل ويقول لي الوالد حدي راسك ما نعرف اش كاين في هاد الدار، شحال ما بقى سكن فيها شي حد. قلت لي بحال اش؟ قال لي ما نعرف، قارب حنوش شكون نعرف. وانا نضحك وقلت لي الوالد بني باقي صغير الله يهديك. قال لي سير روح دير راسك مزيان. المهم انس حل الباب ودخل قبل مني حين تعطيتو الساروت. دار في الدار دخل وقلب. المهم انا تبعته. الدار كتبان من برا بحال شي قصر قديم ما فيه حتى لون غير الكحل والبيض والكري. دخلت والضوا وشاعلين والغبره اللي ما كايناش شي قنت وما فيش الغبره والعجاج. والمهم طلعت الطبقه الثانيه كان كل شيء عادي غير كثره الغبره اللي ما خلاتناش مرتاحين. مشينا حيدنا سيقنا الدار وجمعنا وقادينا داكشي اللي مقادش. حطينا داكشي في الماكله ديالنا في الثلاجه اللي غادي نبقاو فيها. مشيت انا نصاوب شي لعيبه نتعشى بها انا وانس. بقى كيكمل في الجميع البيت اللي غينعس فيه هو. المهم هبط عندي هو ومعصب. قال لي علاش جيتي لهنا؟ قلت ليه كيفاش؟ وشويه هو يضرب الكرسي وخرج برا بسد الباب. قلت تما هذا حماق. طلعت الفوق نشوف علاش اش دار، شنو اللي عصبو. حيت ما موالفاش ليه كيتعصب بحال هكا. عمرني ما شفتو داير بحال هكا حتى اليوم. واصلا من البدايه من كان غادي معنا في الطريق هو كيبان ليا مبدل. المهم طلعت عنده لقيتو شاد دار الكيت وكيتمزك. في ديك اللحظه ما فهمت والو. قلت كيفاش الدري يلا هرس ضرب الكرسي وخرج. باقي كيبان لي تاني رجعنا كيفاش رجعوا. واش ما فهمتش انا. في ديك اللحظه تخربقت، عيطت عليه ما تكلمش مع داير الكيت. مشيت نغازل بحال هكا. قلت لي انت مالك اصاحبي ضربتي الكرسي وخرجتي كتغوت؟ مالك اش وقع عليك؟ شنو اللي عصبك؟ ما فهمتش. وكيفاش طلعتي هنا دغيا؟ يلا خليتك انا مهود تحت وانت طلعتي كيفاش الله؟ قال لي اش كتخربق؟ قلت لي راه يلا نزلتي معصب ضربتي الكرسي وخرجتي برا. قال لي قسما بالله ما تحركت من بلاصتي، يمكن تخيلتي ولا شي حاجه. قال لي يمكن حلمتي كاع واقف. انا حاولت ندير شي تحليل في راسي منطقي باش ما نطرابش. كيفاش
شكون يكون هذاك اللي ضرب كرسي وهو. مشيت رجعت الكرسي بلاصتو ودرت بحال حتى شي حاجه ما وقعات، تعشيت انا وانس وصافي بدينا كنحفظوا حتى جانا النعاس ونعسنا. ولكن انا في النعاس ديالي جاوني شي احلام خايبين بزاف، خصوصا داك الشيباني اللي كيبان لي واقف في وسط الدار وجهو ما كيبانش بوضوح، ولكن حسيت بيه معصب وخا ما قال حتى كلمه. بقيت بحال هكاك. النهار الاخر عاود حلمت بنفس الشيباني، ولكن هاد المره هضر معايا، قال لي هاد الدار راه ماشي ديالكم. وانا وسط الحلم كنجاوبو ما فاهم والو، كنقول لي كيفاش هادي الدار جده. قال لي لا، هاد الدار راه 5 سنين وحنا ساكنين فيها وحتى واحد ما كان كيجي ليها. يعني هاد الدار اصلا راه رسميا ولاد ديالي، ولاد ديالي وديال ولادي وديال حفادي. وسط ديك الحلمه اللي خربقتني نط مخلوع وعرقان بزاف، بقيت كنفكر في الحلمه حيت كيفاش 5 سنين هو كيهضر بحال انا قلت حلمه، ولكن كيفاش 5 سنين بالضبط اللي قالها. وهي راه بصح 5 سنين ما بقى حتى شي واحد كيزور الدار. حتى من جده ما بقاتش كتنوض تمشي ليها حيت بحكم المرض والكبر راكم نتوما عارفين. حاولت ننسى ونعس، ولكن الافكار ما بغاش تحيد ليا من راسي. كيفاش 5 سنين هو جابها بالضبط؟ صافي انا حاولت نعس وننسى هادشي كامل، حتى سمعت شي حاجه طاحت تحت، شي حاجه تكلمت تحت ما عرفتش، ولكن هوت باش نتاكد. مني هبط قال لي يا انس واقف. اش واقع مالك واقف تمايا؟ هو بقى واقف وما كيجاوبش وكيشوف في جهه الحيط. مشيت عنده وقلت ليه مالك ما بغيتش تجاوب. بقى ساكت، تعصبت وطلعت وخليته. النهار الاخر فقط لقيت انس كيضحك بحال ما وقع لي والو البارح. قلت لي مالك البارح بقيتي واقف في الظلام كتشوف الحيط، حماقيتي ولا مالك؟ ويقول لي الله يهديك عاوتاني كتخربق، يمكن حلمتي بيا عاوتاني. وانا نقول لي والله حتى كنتي تحت كتشوف في الحيط، واش انا كنكذب عليك؟ قال لي ما عقلتش، يمكن نسيت ولا ضربني حمار الليل ولا شي حاجه. قلت لي راه انت، قال لي راه انت اللي واقيلا تخيلتي ولا شي حاجه. قلت لي صافي نسى نكون واقيلا حلمت ثاني، راه حلمت واحد الحلمه خايبه. وما جاوبنيش وبقى ساكت. بقينا شحال وحنا ساكتين. شويه قال لي انا اش بان لك نضربوا شي خارجه برا، ندور شويه في الغابه ونرجعوا من حد النهار نشوفوا شويه برا. قلت لي صافي يلا زين نخرج. وفي ديك الخارجه انس بدا كيتصرف بغرابه، تيهضر بوحدو، وتفكرت بانه مبقيتش كنشوفو كيصلي. بقى غادي معايا في الطريق، لاحظ التصرفات ديالو اللي ولات غريبه بزاف. ميمكنش يكون هذا انا صاحبي اللي كنعرف، حتى من الضحك ديالو ولا في شكل ما كيضحكش بحال شي واحد عادي. المهم بقينا غاديين في الطريق شويه ويقول لي سير كمل طريقك وبلا ما ترجع لهذيك الدار، حيت اصلا هاد الدار راه ماشي ديالك، راه ديالنا حنا. بديت كنضحك، ما درت حتى شي تعبير في وجهه، خلعني صراحه. فجاه سخفت، طحت على راسي، فقت لقيت راسي وسط الغابه في الليل. نط شفت واحد الضو بين شجر بعيد وعرفت ان هذيك هي الدار. بقيت غادي والغابه بدات كتبان ليا شي حوايج غراب، فيها مثلا شجر اللي ما عرفتش شكون تيتخبى من شجره لشجره، بحال شي حد كيراقبني. ضل كحل ما باينش مزيان قدامي وكيتخبى وسط الدار. كتبان لي شي حوايج ماشي في الشكل كيطلعوا عليا من شجر. دخلت ليها، بديت كنقلب ما لقيت حتى شي حد، حتى من انس ما كاينش، ما فيها حتى شي حس. دخلت نعست، فقت ما لقيت حتى انس باقي ما رجعش. انا قلت كيفاش ومالو اصلا البارح قال لي ديك الهضره وبقيت كدور لي داكشي في راسي. طلعت لبيتي مبقيت شحال وانا كنفكر شويه، قلت غنمشي نصاوب باش نفطر. وديك الساعه سبحان الله مني هبطت لقيت الدار كامله رجعت مغبره بحال حتى شي واحد ما قرب ليها. يعني اي حاجه كانت فيها من النهار اللي جيت النهار الاول باقي كيما هي. فجاه غادي يولي الصوت ديال بحال انا ساكن في شي قريه ولا في شي مدينه شعبيه اللي كلشي كيتجمع فيها، اصوات ديال الناس كتير، بنادم كيضحك برا وكيهضر، والدار اللي ولا فيها واحد التحركات غريبه وفي شكل غريبه بزاف. انا من كثره الرعب ما تحملتش وفقدت عاوتاني الوعي. فاش فقت سمعت الدقان، قلت انس يمكن هو اللي جا. خرجت وحليت الباب نشوف، ما لقيت حتى شي حد. قلت انس سيدي راه الفعيل تاع الدراري الصغار. صونا لي الوليد، هزيت التليفون بديت كنهضر معاه. قال لي راه انس جا عندك وقال لي باغي يهضر معاك. قلت ليه كيفاش بغى يهضر معايا ولا اصلا علاش مشى رجع للدار؟
وكيفاش دار ليها، واش وصلتيه ولا وصلوا شي حد ما فهمتش. قال لي اش كتخربق عاوتاني انت؟ قال لي هاك تدوي مع صاحبك ومد التليفون لانس. قال لي انس واكي داير صاحبي توحشناك وما قلتيش لي غتسافر وهادي. انا ما فهمت حتى شي حاجه من داكشي اللي كيقول. كيفاش ما قلت لي والو؟ بقى كيهضر معايا كيقول لي 3 ايام ما بقيت شفتك توحشتك الصات هادي. كيبقى يهضر معايا وانا ما كاينش في هذا العالم. كنفكر كيفاش انا هو مشى معنا في الطريق وشحال وانا كنضحكوا انا وياه. النهار الاول اللي كان غريب، النهار الثاني اللي كان لقيته واقف في الليل وسط الظلام، وديك الهضره اللي كان قال لي في الغابه. قلت لي انس؟ قال لي نعم. قلت لي واش مشيتي معنا؟ قال لي لا. قلت لي دوز لي الوالد. سولت الوالد واش انس مشى معنا؟ قال لي لا. كيفاش مشى معنا؟ فين؟ قلت لي مشى معنا لدار جده اللي كاينه في الغابه. قال لي لا. قلت ليه راه مشى معنا في الطوموبيل. قال لي تلا صح. واش انا نكذب عليك؟ واش انت ما عقلتش النهار اللي مشيت انا وياك؟ قلت ليه صافي، ولكن قلت ليه راه بحال انس كان معايا ما فهمتش على شنو كيوقع. المهم هو قال لي راه اصلا انت من النهار اللي كنا غاديين في الطوموبيل قلتي كتب لي غريب. مره كنتي كتضحك كتشوف في جنبك، كنشوفك في المرايه كتضحك بوحدك. مني كتهضر كتب لي كتهضر وحدك خلعتيني عليك. ولكن مع ذلك انا ما تسوقتش. قلت وقيلا كطانز ولا شي حاجه ولا كتضحك وانا ما كنسمعكش ما فهمتكش انا اصلا هذاك النهار مالك. المهم قال لي انا غنجي نجيبك للدار. بديت كنحط اي حاجه تقدر تبرر لي هادشي اللي كنت كنشوف. قلت يمكن مع ستريس ديال الحفاظه قربوا الامتحانات في لافاك وهادي. كنت كندخل شي باش ما ندخلعش. ما وصلت ديك 3 وانا باقا ما جانيش نعاس. بديت كنسمع التهراس تحت، ومن كثرة انني صافي فهمت انا شنو واقع ما بقيتش باغي نشوف شكون كاين تحت، لانني مأكد انه ما غيعجبنيش الحال. فجأة كان واحد الهدوء اللي خلعني كثر من هذاك الصداع اللي كان. واحد شوي بديت كنسمع الدقان في البيت. دقان اللي غادي وكيتجهد وانا ما دويتش وما سكتش وما قلتش حتى شكون اللي كيدق، حيت عارف انه هذا اللي كيدق ماشي انسي. بقيت ساكت. تضربت ديك 5 ديال الصباح وهو يضرب لي واحد الغوطه في ودني، وانا من كثره الخوف ديالي وهاد الستريس اللي وقع لي وهاد الصداع كله سخفت. نهار الاخر فاش فقت سمعت الباب ديال الباب تحت كيتحل، وانا من كثره الخوف ديالي بديت كنجري. صافي انا اختم يكون حتى شي حد القلب مسدود غنهرس وغنخرج. هادشي اللي كاين في الدار مستحيل نبقى فيها، اللهم الغابه ولا تقولها الدار. فاش وصلت حد الباب بدا كيتحل بشوي. من كثرة الخوف ديالي بقيت كنشوف شكون هذا اللي حل الباب. ما قدرتش نتحرك حتى كيبان لي الوالد. عنقت وبقيت كنبكي على الجسد وكنغوط. الوالد ما فهم والو. المهم انه رجعني بقى كيسولني وانا ما قدرتش نهضر. ما بحال فمي تسد ليا. ومن هنا غادي تخرج الهضره من عند لسان امين، وغادي ندوزو الاخت ديالو اللي هي اللي غتكمل لينا القصه، هي اللي غتكمل لينا الاحداث اللي وقعوا. المهم كتقول الاخت ديالي انه من نهار جيتي من ديك التصافيره وانت مبدل 100%. ما كاينه حتى شي حاجه اللي كانت فيك قاده، كنت ديما معصب المهم بديتي كتحسن شويه فاش جاب لك الراقي وبديتي كترجع كيف كنتي الاول. امين اللي عرفناك، ولكن في واحد الليله غبرتي ما بقيناش عارفينك فين كاين. بقينا كنقلبوا والو. فاش لقيناك ما عرفنا شنو نديرو. سولنا البوليس كيقلب والعائله كتقلب، كلشي كيقلب. في الاخر واحد النهار دازو 3 ايام على انك انت غابر. ناض الوالد هز طوموبيلو ومشى لدار جده، لقاك انت داخل فيها الوسط ومريح في واحد البليصه وكتبكي. مشى عندك الوالد وجا جرك صحه وجاب لك الراقي تما. ما قدرش عليك. صونا الوالده قال لها تجيب لك الراقي، جابتو لك تما داروا لك الرقيه وقال لنا هذيك الدار فيها ماليها، يعني راه مسكونه. انت فاش دار لك الرقيه تما عاد حسنتي مره ما بقيتيش كاع كدير شي حوايج خايبين ولا شي حوايج ماشي حتى اللي. وحتى لهنا كتسالى القصه ديالنا. كنتمنى ديروا لايك دعمونا في القناه. يلا تهلا.